الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم أهل وناس الطيبين؟ يا رب كلكم بخير صحة وسلامة وعافية. وتعالى اليوم ويانا بفيديو جديد بعد انقطاع أسبوعين، وإن شاء الله يا ربي هذا الفيديو ينال إعجابكم. وتعذروني على الانقطاع، وبس كنت أشارككم المنشورات والفيديوهات مالتكم، لأن صراحة اليوتيوب فد نوب ما يسوي واهس، بس حبيت أتواصل وياكم. راح أتواصل وياكم بين فترة وفترة، وإن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم. وبالبداية أقول يا أهلا وسهلا بحبايب قلبي اللي انضموا بالقناة، من الكبير للصغير نورتوني وأسعدتوني بالقناة. مثل ما تشوفون حبايب قلبي، هذا الخبز بالليل خبزته. الله يزيده، يعني مو خوش. طحين، هاي طحين الوجبة. بس أنا هنا كنت خالطته، والحمد لله على النعمة. هنا مثل ما تشوفون حبايبي كملت الخبز، أبو زمن جاب لنا الكباب، وسوينا زلاطة، وسوينا يعني هاي شغلات الحبشكلات. والحمد لله على النعمة. هنا كان العشاء. يعني أنا راح أسوي لكم فيديو هاي العفو الفيديو مال يومين. هذا هنا قعدت الصبح ما صورت لكم الريوق. بلشت بتنظيف البيت لأن كان سر المي، وبلشت بالمطبخ والثلاجة والكاونتر. يعني أنا هذا عندي تنظيف أسبوعي هيجي. بالأيام العادية أمسحهم مسح، بس بالأسبوع أغسلهم هاي القصدة كل زين. يعني أطلع الثلاجة، يعني إذا جاب المسواق أغسلها غسلة زينة. وهنا مثل ما شو طبخ غسلته، وهنا خليت الجداري قلت خليه أطبخ بيهم. عندي طلعت العرموطي أو الدجاج، وتمنها منقعته خليته بهاي الجداري منقعته، والمواعين غسلتهم كامل كملته، بس بعد تعزيل ما معزلتهم. شوفوا بنات هنا كم هيك نظفته وخلصت. وهنا جيت أبلش بالغدا حبايب قلبي، لأن الغدا شوي من يكون متأخر لازم العفو الريوق الغدا شوي، يعني ورا ما نظف وكمل أبلش بيه. هنا سويت الدجاج، حمسته بهاي الطريقة بنات. هاي العرموط احنا نسميه. وهنا مثل ما تشوفون كملت، راح اخلي الماي. وهنا سويت يعني مثل ما شفتوا جبت من قعدته وطبقت وكملت، وسويت هبيط او دليمية، العفو مو هبيط، دليمية، وخليت عليها هيج فلفل وزلاطة، وخليت وياها سوب. اذا اللي يحبون يشربون سوب يشربونه وياهم. بألف عافية علينا وعليكم حبايب قلبي. واللي وصل لهنا لا ينسني باللايك والتعليق الحلو ومشاركة الفيديو حتى أتواصل وياكم. وحبايب قلبي تعذروني من القصور، لأن صراحة اليوتيوب يعني ما له واهس وما يسوي يعني العفو واهس. فهنا مثل ما تشوفون كملنا وارتاحينا وأخذنا قيلولة. والمغرب يعني قبل المغرب بربع ساعة هيجي فطلعنا. مثل ما تشوفون هنا حبايب قلبي صورت لكم الدنيا الغروب، يعني كلش حلو. هنا توجهنا لبيت حماتي. رحنا عليهم، يعني صراحة ما رايحين لهم، فقلت يلا ما دام شوية يعني الجو حلو صار وبرد خلينا نطلع، لأن صراحة الدنيا حارة ما نقدر. فهنا مثل ما تشوفون طلعنا، يعني شوفوا الغروب مال الشمس كلش حلو. فوصلنا البيت مالتهم ويا آذان المغرب. هنا الطريق والجو كلش حلو، لأن الصراحة يعني الواحد بالحر ما يقدر يطلع. احنا أكثر مرات إذا نطلع من وراء المغرب أو قبل آذان المغرب بهيج فد نص ساعة أو ربع ساعة نطلع. فأنا وصلنا وبدينا نصب العشاء. هنا زمونة تساعد عمتها وبيت عامر إن شاء الله، ويا ربي يكثر خيركم حبايب قلبي. وهنا مثل ما تشوفون أني جيت أخلي الشعرية وأخلي الدجاج، لأن صراحة قاعدة أقعد هنا يمي بالمطبخ حتى أني أطبخ وأنتوا اقعدوا يمي. فهنا يعني كملنا وجينا نصب وياها الغدا، العفو العشاء، لأن أني هواي قايمة أسحق. وهنا مسوية الكبة والزلاطة والسوب والتشريب الدجاج. وعاشت ايدك ام باسم على هذا العشاء الطيب، ويا ربي يكثر خيركم حبيبة قلبي. وهنا مثل ما تشوفون كملنا العشاء وراح نرجع لبيتنا. وراح اصور لكم اجواء كركوك، لان كركوك الصراحة بالليل كلش حلوة. هنا
حبايب قلبي دي يعني ينظمون بالشوارع ويسوون الإضاءة أو الإنارة مثل ما يشوفون هنا مبلشين يعني بالشغلات الحلوة. وراح أترككم ويا أجواء كركوك بالليل. الصراحة كلش حلوة. يعني بالليل واحد إذا يريد يطلع بالليل أكثر المرات. يعني إحنا نرجع يعني من نقول بيت حماتي يعني أوقات متأخرة نشوفهم يعني العالم كليتها بالليل طالعة يعني ما يطلعون بالنهار. تقريبا قبل فترة بالثنتين بالليل جينا كركوك يعني بعدها يعني العالم أكلوا وشربوا ونرجيلات. هنا مثل ما تشوفون هاي أجواء كركوك كلش حلوة تخبل. أجواءها يعني بالليل كلش حلوة باردة تصير. وشوارعها ما شاء الله يا ربي نظيفة وحلوة. شوفوا هنا راح أخليكم وياها. أنا قلت لكم راح أخليكم ويا أجواء كركوك لأن صراحة حلوة ونظيفة وأمن وأمان وإن شاء الله على كركوك والعراق كله. احنا ردنا يعني نفوت من الفرع نقول شارع القدس. فيعني كان شارع القدس مسوين بيه موكب فازدحامات وهاي فما قدرنا فجينا من هنا لأن هم اجينا أخذنا من المرطبات عرفة. فهنا أبو زمن يعني راح جاب لنا نقول احنا نسميها موطة أو انتم تسمونها آيس كريم. فحبيت هيك أصور لكم الشارع وراح أخليكم هالمرة ويا الفيديو. وتعالوا حبايب قلبي. وأنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي أجواء كركوك كلش حلوة وخليتكم ويا كركوك الحبيبة. وأنا مثل ما تشوفون زمن أكيد جاعت بالليل تقريبا هاي بالثنتين بالليل. فسوت معكرونة كانت هي محضرة يعني القرض مالتها فسوت معكرونة بالبشاميل. وألف عافية عليهم لأن هم الصراحة من يبغون بالليل ياكلون. والتقيكم بفيديو جديد ومع ألف سلامة حبايب قلبي.